صباح الخير. خلينا متفقين إن أكتر حاجة بتهد البني آدم وبتتعبه وبتخليه عنده هذيان، عنده عدم شغف، عدم طاقة، هو الجوع العاطفي. واللي أقصده هنا بالجوع العاطفي، واللي أهم من جوع الجسد أو الجوع للعلاقة الحميمية أو الجوع للأكل والشرب، هو الجوع العاطفي. جوع واشتياق للروح، الروح اللي تعرف تطبطب، الروح اللي تعرف تحتوي، الروح اللي تعرف تقول الكلمة الحلوة، الروح اللي تعرف تحضر روح تانية. ودي أصعب أنواع الجوع. البني آدم ممكن يصبر على احتياج جسده، على احتياجه من أكل وشرب، على احتياجه للعلاقة، ولكن صعب إن هو يصبر على الجوع العاطفي، وده في كل العلاقات. علاقة أم ببنتها، بنت بأمها، زوج بزوجته، أيا كان شكل العلاقة ما بينهم، حتى لو كانوا أصدقاء، صديقة وصديقتها أو أصدقاء رجالة أو الكلام. إن أنت تحسّس اللي في حياتك إنه قادر تكفّيه روحيًا ومعنويًا وعاطفيًا، قادر تحسّسه إنك سَنَد له في ضهره، ده أغلى وأغنى أنواع الشبع، اللي من الصعب جدًا في زماننا ده كمان إن حد يوصّله لحد. من أكتر المشاكل اللي بتيجي لي من زوجات بالأكتر وأزواج، هو شكوتهم من الجوع العاطفي، بالذات الزوجات. ربنا جعل الست قلبها في ودنها، محتاجة منّك إحساسها يحس معاك بالأمان، بالكلمة الحلوة، بالكلمة الطيبة، بإن هي لمّا بتهرب من كل الدنيا هي قادرة إن هي تيجي تستخبى عندك أنت بس. فما ينفعش خالص إن أنا أكون متجوّز وعندي جوع للعواطف، جوع للكلمة الحلوة، جوع للمعاملة الحلوة. وده كلامي هنا للرجالة اللي بتحرم ستاتها من إنها تسمعهم كلمة طيبة، كلمة حلوة. أضعف الإيمان مش بتقول الكلمة الحلوة، يكفينا الابتسامة الحلوة، يكفينا الإحساس اللي ممكن توصله لها، لكن كمان ما بيبقاش في ده وفي بداله إهانات وضرب وشتيمة وحاجات كتير جدًا، والأكتر إنها بتكون قدّام الأولاد، اللي هم أول حاجة بالتبعية بيبدأوا إن هم يتعاملوا مع الأم بإهانة. كلامي هنا مش موجه بس للرجالة، هو موجه للرجالة والستات. ما ينفعش برضه يبقى راجل متجوز ويكون عنده جوع عاطفي، حتى لو أنتِ مشبعاه جسديًا أكل وشرب ومشبعاه في العلاقة، لأ، لازم برضه تكوني حنينة عليه، محترمة معاه، مقدّراه، صايناه، حاسة بيه، حاسة بمشاكله، حاسة بكل حاجة هو عايز يقولها ومش قادر يقولها كمان. فبلاش نكبّر في حياتنا إحساس الجوع العاطفي، لإنه بينهش في البني آدم أكتر من الأمراض الخبيثة، أكتر من أي حاجة، بيخلّيك خلاص ممكن تموت من الحزن على نَفْسك ومن الحزن لاحتياجك للكلمة الحلوة، لإن أنت طول الوقت عمّال تدّي، 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 تدّي وأنت جعان. بالضبط زي ما يكون واحد واقف طول اليوم عمّال يطبخ، يطبخ، يطبخ ويأكّل، ويأكّل، ويأكّل وهو ما حطّش لقمة في بُقّه. هييجي على آخر اليوم أو على نُص اليوم أو على رُبع اليوم حسب طاقته وهيُقع من طوله ويمكن يموت أو يدخل في حالة إعياء شديد أو أيًا كان اللي هيحصل له. بس مرّة على مرّة البني آدم ده هيخلص وهينتهي. حاولوا ما تخلّوش في حياتكم جوع عاطفي، وده لكل العلاقات، جوع عاطفي في المعاملة والكلمة الحلوة والكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة، فما بالكم لمّا تكون على أهل بيتنا واللي هم أحق بكلمتنا الحلوة الطيبة. عبّروا عن الحب، عبّروا عن الإحساس الطيب بالكلمة، بالمعاملة. مش عيب إن أنتم توصّلوا إحساس حلو للغاليين عليكم في حياتكم، قبل ما تضيّعوا الدنيا ويضيعوا من إيديكم.